الفراخ المقرمشه في البيت باحلى طريقه وابسط طريقه واحلى طعم، والرز ريزو كمان بصوص الباربيكيو، قطع الستريبس متقطع عليه حاجه كده من الاخر. يلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه لازم نعمل سلطه الكول سلو عشان هنسيبها كده في التتبيله مده 4 أو 6 ساعات او يوم كامل يعني يكون احسن. جزريه متقشره هبشرها، ونص كرنب طبعا من بتاع السلطه، هبشرها كويس واحاول كده اخلي القطع قد بعض. كده حضرنا الخضار، بشرنا الخضار وجهزناه، الكرنب والجزر. يلا نحضر الصوص. عبارة عن ايه الصوص؟ معلقة مايونيز، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة عسل ابيض او معلقة سكر، وربع كوب لبن. ده الصوص بتاع الكول سلو. قلب الصوص كويس وهنتبل فيه الخضار ونركنه نسيبه في التلاجة. يعني سيبيه بقى مدة، يعني من الصبح بالليل، من بالليل للصبح، زي ما انت كل ما تسيبيه كل ما يكون احسن، وكل ما تقطعي الخضار كويس صغير كل ما يكون احسن. كده سلطه الكول سلو جاهزه. يلا نبدا. الفرخه دي وزنها طبعا مغسوله كويس جدا جدا، وزنها تقريبا 2 كيلو الا ربع. هنقطع الصدور، هنعمل الصدور ستريبس، والوراك لسه هنقطعها. احاول اقطع كده الصدور يعني بسمك متوسط وبقطع متساويه. هحاول اخليها يعني قد بعض، السمك يكون قد بعضه والطول يكون قد بعضه، بس هخليها متجمده في الفريزر احسن. يعني حاولي تجمديها في الفريزر شويه عشان لما تيجي تقطعيها تبقى سهله معاكي وما تتهريش منك. بقطع الصدور كده كويس. الصدرين طبعا بصي السمك ده كويس، ولا رفيع قوي ولا سميك قوي، السمك ده كويس. الوراك طبعا بفصل الدبوسه عن الجزء التاني من الورك، وحاولي تخلي السكينه بتاعتك حاميه عشان انا سكينتي كده دايما معذباني يعني. شققي بقى الدبابيس كده كويس. انا الجزء ده اللي هو في الورك ده انا بفصله، انتي ممكن تسيبيه عادي مفيش مشكله. بفصله خالص، وحتى شلت الجلد اللي هو متماسك في الجزء ده. ما حصلش اي حاجه، والفراخ استوت وكانت كويسه جدا. انا بحاول بس اصغر القطع عشان تستوي كويس وتشرب من التتبيله. شققي كده الجزء كده من الورك ده، شققيه علشان ايه؟ يستوي كويس لما تيجي تسويه يشرب من التتبيله. بقطع الورك التاني بنفس الطريقه، بشقق برضو الدبوس كده، والجزء التاني بقطعه، بفصل الجزء الخارجي عنه مش محتاجاه يعني بالشكل ده كده بسهوله جدا. لو السكينه حاميه معاكي هتساعدك على طول. حتى شلت الجلد اهوت وما حصلش اي حاجه، وكانت كويسه جدا ومظبوطه جدا. والجناح برضو بحاول اشققه كده كويس بالشكل ده كده. وطبعا انا غاسله الفرخه كويس جدا جدا جدا، ولسه هغسلها تاني كمان بعد لما اقطعها، هغسلها غسله تاني من الاول، هعتبر ان انا ما غسلتهاش اول مره. شايفه بالشكل ده كده. انا اسفه يا جماعه الفيديو ده طويل شويه اعذروني، بس هو لازم اقول كل حاجه بصراحه، لازم اقول كل حاجه. هغسل فراخ تاني مره هنقعها في ايه بقى؟ خليط النقع، معلقه سكر، معلقه ملح، عصير ليمونه كبيره. خليط النقع هنقعها ساعه او ساعه ونص في ايه ميه، معلقه سكر كبيره، معلقه ملح كبيره، وعصير نص ليمونه كبيره. هنقعها من ساعه لساعه ونص بس في الميه، مش اكتر من كده. ما تسمعيش كلام الناس بتقولك انقعها طول الليل، لا ما تسمعيش الكلام ده. دلوقتي انا نقعتها ساعه ونص، بشيلها من ميه النقع. بتشيل بقى اي زفاره او اي حاجه جوه ملهاش لازمه، بتشيلها خالص. صفيتها بالمصفى، حطيتها في المصفى تتصفى كده ربع ساعه علشان خاطر اعمل لها ايه؟ المارينيتد او الكفر اللي هنتبل بيه ايه؟ الفراخ. نص كوبايه دقيق عليها نص كوبايه ميه، واحتاج نص كوبايه ميه كمان في الاخر. توم باودر، بصل باودر، ذره فلفل اسود، ربع معلقه بهارات فراخ، نص معلقه بابريكا، مكعب مرقه، ربع معلقه كركم. ده خليط التغطيه او الكفر اللي هغطي بيه ايه؟ الفراخ. احتاجت نص كوبايه ميه لان الخليط كان سميك شويه، ضفتها مفيش مشكله يعني. يعتبر انا كده ضفت كوبايه ميه على نص كوبايه دقيق بالاضافه للبهارات. ضفت انا كمان معلقه كريسبي اللي هي خلطه الدجاج المقرمش ده، ودي مش اساسيه في الوصفه، عايزه تضيفيها تضيفيها، مش عايزه تضيفيها مفيش اي مشكله. قلبي كده الخليط كويس مع بعضه. السمك ده كويس،
متوسط يعني، ما تخلوش خفيف قوي برضو ومش تقيل قوي. انزلي بقى بقطع الفراخ اللي غسلناها كويس جدا ونقعناها وصفيناها في الخلطه دي او في الكفر ده او في المارينيتد دي. انزلي بقى بالفراخ وتبلي وسيبيها كده. يعني بصي ممكن من بالليل للصبح او 6 ساعات، يعني اقل شيء 6 ساعات. ما تحاوليش تقللي عن كده، لازم ما تسيبيهاش اقل من 6 ساعات. انا غطيتها وهشيلها في التلاجة كده مدة 6 ساعات او 8 ساعات، او من بالليل للصبح، من الصبح بالليل يكون احسن. نعمل بقى الكفر الاخير. دي كوبايه دقيق عليها كوبايه نشا، وضفت لها شويه من كريسبي خلطه الدجاج المقرمشه. ممكن كمان تضيفي من نفس البهارات اللي احنا ضفناها على التتبيل. في التتبيله ممكن تضيفي نفس البهارات عادي، مفيش اي مشكله. طلعي بقى قطعه الفراخ، انزلي بيها في الدقيق، على الدقيق بالنشا، وبعدين جنبك طبق فيه ميه بارده من التلاجة. انزلي بقطع الفراخ على الميه. الميه تكون كل ما تكون بارده كل ما تكون احسن. ارجعي بيها تاني على خليط على خليط الدقيق. هتعملي الكميه كلها بنفس الطريقه. شايفه بالشكل ده كده ما شاء الله الدبابيس على الميه، وبعدين نرجع بيها تاني على الدقيق. انا على فكره ساعات بحط الخليط الدقيق ده نفس البهارات اللي حطيت منها في التتبيله، بس عادي مفيش مشكله. الخلطه دي حلوه برضو، حسب ما انت عايزاه براحتك يعني. انا طبعا حطيت ملح في خليط الكفر، معلقه ملح بمقدار معلقه صغيره مليانه ملح، وحطيت طبعا مكعب مرق، فالملح كان مظبوط يعني. نعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. تشيليها من الخلطه، تنزلي بيها في الدقيق، تطلعي من الدقيق على الميه، وترجعي بقى تديها كمان مره على الدقيق. خلصنا الكميه كلها بنفس الطريقه. على فكره هي فرخه واحده عملت لي كميه كبيره ما شاء الله. يلا بقى على الزيت، محضرين الزيت. الزيت يكون درجه حراره متوسطه، درجه حرارته مش عاليه قوي، وكمان على نار متوسطه. لازم يكون كده درجه حراره الزيت مش عاليه قوي، يعني على نار اللي هو فوق الهاديه على طول. انزلي بقى بقطع الفراخ كده واحده واحده، وما تمليش الطاسه على الاخر. كمان ممكن تغطيها 5 دقايق، كمان انا ساعات بغطيها، ممكن تغطيها 5 دقايق. انزلي بقى بقطع الفراخ كده وما تمليش الطاسه على الاخر، خلي كل قطعه تاخد راحتها. شايفه؟ بس المفروض الزيت يكون غزير، يعني كل ما الزيت يكون غزير يكون احسن. يلا بقى على الرز الريزو اللي هو احلى من الريزو نفسه. معلقه زبده سخنتها كويس، وضفت عليها ربع معلقه كركم، ربع معلقه كاري، مكعب مرقه. سخنيهم كده مع بعض الاول، تشمي كده ريحه البهارات. انزلي بقى الرز يكون مغسول ومتصفي من الميه، شوحي كويس، شوحي كويس مع البهارات والزبده، يعني مده كده 5 دقايق. انزلي بقى عليه معلقه كبيره صوص باربيكيو، معلقه كاتشب، لو ما موجود عندك صويا صوص حطي، مش موجود حطي معلقه عسل اسود. وشوحي بقى الرز كده كويس جدا في السمنه وفي البهارات، وروحي نازله عليه بالميه المغليه. دول كوبايتين رز اخدوا تقريبا كوبايتين ميه. ده رز مصري طبعا مفيش احلى منه. عايزه تستعملي رز بسمتي استعملي رز بسمتي، مفيش اي مشكله. كده الاكله بتاعتنا خلصت وجاهزه. بعتذر لكم عن طول الفيديو ده، اول فيديو طويل اعمله، بس الوصفه تستحق عشان كان لازم اقول كل حاجه. الرز الريزو اهو تحفه، لون وطعم مش قادره اقول لكم، لازم تجربوه بالطريقه دي ومن غير بصل يا جماعه. يا ريت ما تحطلوش بصل، لان ده مش رز السمك ومش رز صياديه، ده رز ريزو اللي بناكله من بره بيبقى زي ده، وده احلى منه كمان. انزلي بقى بقطع الفراخ، قطع الاستريبس كده بعد ما تقطعيها، وانزلي عليه بقى بالصوص. انا حطيت صوص باربيكيو، صوص كاتشب، يعني بصراحه مفيش احلى من كده، وعجب الولاد جدا جدا. اوعدك لو عملت الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك، ولادك هيطلبوها منك على طول. ده كفايه بس شكل الرز وريحته، مش قادره اقول لكم، يعني لازم تجربوه، لازم تجربوه بجد. وجبنا لهم اكل المطاعم في البيت، وعملنا حاجه نظيفه وحاجه حلوه بابسط طريقه، وما خدتش مننا وقت
ولا مجهود، وضامنين كل حاجة فيها. ولازم صوص الباربيكيو على الرز وعلى الستريبس، امال ايه. والشكل قدامكم اهو، شكل وطعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي، قناة طبخة سهلة. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتشات البرجر في البيت بطعامة ونظافة وجمال البيت. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا بصلاية مبشورة، تكون مبشورة بش ناعم ومش مفرومة، مش مفرومة قوي يعني عشان ما تنزلش مية. ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة ملح، باكت من خلطة البرجر من كنور، ده حلو جدا بيدي طعم حلو جدا. ده 3/4 كيلو لحمة. ببتدي اعجن المقادير مع بعض كويس، يعني مدة دقيقة كده. يعني لازم العجينة تكون ناعمة، حاولي ان العجينة تكون ناعمة معاكي، بس ما تعجنيش فيها كتير عشان ما تسخنش معاكي، يعني مش زي الكفتة. تمام. ويستحسن تحطيها في التلاجة نص ساعة قبل التشكيل. شكلي بقى زي ما انت عايزة بالطريقة اللي تعجبك. انا ما لقيت عندي الطاجن ده وكان كويس، يعني ممكن بعلبة جبنة نستو، بغطا برطمان، بمكبس البرجر، زي ما انت عايزة المتوفر عندك. ابتدي شكلي كده القطع كلها وحاولي تخليها قد بعض، يعني مش قطعة رفيعة وقطعة سميكة، لا، حاولي تخلي السمك كل واحد، والسمك يكون متوسط بالشكل ده كده، مش سميكة قوي ومش رفيعة برضو قوي، عشان وانتي بتحمريه في الزيت ولا يكش ولا يفرفت منك. شايفة العجينة ناعمة ازاي؟ طاسة بقى سخنة وفيها معلقة زبدة وتكون سخنة كويس جدا. انزلي بقى بقطع البرجر، حمريها على الوشين، مش هتاخد وقت كتير، يعني كل طاسة ممكن بتقعد دقيقتين. حمري الكمية كلها بنفس الطريقة كده، وخلي برضو النار متوسطة علشان ما ينزلش مية. شوفي ولا تفرفت ولا كش ولا اي حاجة. والصوص اللي نزل منه ده هنحمر فيه البصل كمان عشان ناخد طعم اللحمة الجميل. بصلاية متوسطة بقى ابتدي احمرها كده مكان قطع البرجر. كمان نزلت عليها بمعلقة زبدة، دي بكرملها كده بتاخد طعم اللحمة وبيبقى طعمها جميل. نزلت عليها بمعلقة زبدة واحمص البصل كده شوية او اكرمله كده شوية. على فكرة ممكن تحطي كمان معلقة سكر، بتساعد على ان البصل يتكرمل بسرعة. انا حطيت شعرة، ضفت يعني بص ذرة فلفل اسود بسيطة جدا على البصل، وما ضفتش ملح. بحمص بقى العيش كده مكان ما عملت البرجر، بديله تحميصة حلوة، يكون في معلقة زبدة في الطاسة. قطع البصل خلاص اتكرملت، بطلعها عشان هنبتدي نعمل الساندوتش. شايفة حمصي العيش كده بقى بمعلقة زبدة، بيبقى يعني تحفة بصراحة، واحسن ما بنشتريه من بره كمان. ولا فول صويا ولا مشاكل الفول الصويا ولا اي حاجة، وسهل جدا ولذيذ واكلة يعني ما خدتش وقت خالص. طريقة بقى الساندوتش، ترتيب الساندوتش زي ما انت عايزة. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنسيح الجبنة بتاعة البرجر. انا عملت البرجر وركنته من شوية، وبعدين جيت خلاص احتاجته فهسخنه علشان اسيح قطع الجبنة دي. ساعة الاكل بس بنعملها. دي جبنة البرجر، بفك الجبنة وبحط كل قطعة فوق قطعة البرجر بحيث ان الجبنة ايه تسيح وتسخن، علشان هبتدي ارتب الساندوتش بالشكل ده كده. سهل جدا وما خدش وقت خالص، وبصراحة يعني عملت الاكلة دي في نص ساعة تقريبا، يعني مفيش اسرع من كده، واحسن ما بنشتريه من بره كمان. قطع الجبن كلها كده بنزل بيها على قطع البرجر دي وقت الاكل بس، يعني ما تعمليهاش وتركنيها. الجبنة سخنت وساحت، هبتدي ارتب الساندوتش. عايزة تعملي قطعة واحدة، عايزة تعملي كومبو، تعملي دبل، زي ما انت عايزة يعني. بتعملي بقى طبقات من البصل والطماطم والكابوتشا بتاع السلطة والعيش طبعا اللي حمصناه معانا. دي ترجع ليكي انت، ترتيب الساندوتش ده يرجع ليكي انت زي ما انت عايزة. شايفة بالشكل ده كده، شكل وطعم وبنظافة البيت بقى، مفيش احلى بصراحة من حاجة البيت. شايفة شكل الساندوتش؟ بصراحة تحفة، طعمه تحفة وعجب الولاد جدا. يلا نعمل واحد كمان. بصل وكابوتشا وشرايح طماطم، تكون طبعا جامدة جدا ما تكونش طرية.
وحطي قطع البرجر زي ما انت عايزه، دي حسب ذوقك انت وحسب ما انتوا بتحبوا. والجبنه طبعا سخنه وسايحه، والعيش حمصناه وطعمه تحفه. يعني اكله سهله وسريعه وما خدتش وقت نهائي. شايفه بالشكل ده كده خلصنا. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش تفعلي زر الجرس لو حابة يوصلك مني اي جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمام الكذاب ومعاه رز بالكبد. اكلة كده سهلة وسريعة وكمان لذيذة جدا، وعلى فكرة هنعملها باسهل طريقة، جايبالك اسهل طريقة بحيث ما تاخدش معاكي وقت نهائي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اولا انا جايبة 4 وراك، خليت بتاع الفراخ كده يخلهم لي من العظم، يفصل لي العظم. انا جبتهم من عنده كده بالشكل ده بعد انفصال العظم. غسلتهم كويس جدا بالملح وبالدقيق وبالليمون وصفيتهم بالمصفى. اول حاجه لازم اتبل الفراخ. هتبلها بايه؟ بصل ناعم مفروم ناعم، معلقه كبيره ملح وفلفل. التتبيله دي بتاعتك، تقدري تعملي باي تتبيله انت عايزاها، بس انا حاسه ان التتبيله دي بتمشي مع الوصفه دي. تمام. طبعا الفراخ مغسوله كويس جدا جدا ومصفياها كمان من الميه. هتبلها كويس بالخلطة دي وهركنها في التلاجة ساعتين. ساعتين مدة كويسة جدا معقولة يعني. البصل مفروم ناعم ومعاه ملح وفلفل، انا مش عاملة اكتر من كده بحيث يعني تبقى سهلة بإذن الله معاكي وسريعة. تبلت الفراخ وركنتها في التلاجة. هعمل الرز دلوقتي. حلة فيها معلقة زبدة بلدي وتكون سخنة جدا، هنزل عليها بفصين حبان، فصين مستكة، بصلاية متقطعة، وكمان ورق لورا. هشوح البصل كويس الاول 5 دقايق، مش هحمره، مجرد تشويح. هنزل عليه بالرز وهشوح الرز برضو كده تشويحه كويسه جدا مع البصل. هروح نازله بايه؟ بكوبايه ميه مغليه. انا مش هحط طبعا مقدار الميه كله عشان مش هسويه تسويه كامله، انا هسويه نص تسويه بس عشان ايه؟ هستعمله في الحشو. الرز كده استوى 5 دقايق بالظبط، وكان استوى يعني نص تسويه يعتبر او 3/4 تسويه. هغرف الرز وهسيبه يبرد جنبي شويه كده، لازم يبرد الاول قبل ما احشي بيه ايه؟ الفراخ. الرز شكله تحفه ما شاء الله، ولا ريحته بقى يعتبر كده يعني شبه حشوه الحمام. ما هوش مش اسمه حمام كداب ولا ايه؟ الفراخ بقى بعد طبعا ما سبتها في التلاجة ساعتين متغطيه وتمام التمام، هبتدي بقى افتح كده اللحم علشان اعرف احشي بالرز بتاعي. انا مش بنزل بالسكينه للاخر، لا، انا بفتح اللحم بس، مجرد انا بفتحه علشان افرده عشان اعرف احشيه واعرف اقفل على الحشوه كده بالشكل ده كده. عندي بقى اكياس تلاجة نضيفه طبعا، وعندك مدق، عندك شاكوش ده بتاع الخشب ده بتاع البفتيك، عندك اي حاجه تقدري تدقي بيها علشان تفردي الفراخ كويس وتقدري تحشيها كويس بالشكل ده كده. حاولي تفردي على قد ما تقدري. وعلى فكرة دي اسهل طريقة يا جماعة بجد، واسرع طريقة للوصفة دي. انا شفت طرق كتير جدا، دي ما فيهاش حاجات كتير وسهلة جدا وسريعة، وفي نفس الوقت بتديكي ايه؟ نفس النتيجة، ولا نحط في الشوربة ولا يفك في الشوربة. وهنسويه كمان باسهل طريقة في العالم يعني، من غير حوارات ولف كتير. ماشي. ببتدي كده اطبق يعني بصي افرد، احاول افرد بعد ما عملت اللحم بالسكينه، فتحته بالسكينه. كل اللي انا بعمله بحاول افرد. بنزل بقى بالحشوه طبعا. ممكن تعملي الكبد مع الرز، دي حاجه ترجع لك انتي. انا عامله الرز لوحده وفي الاخر هقلب عليه الكبده، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه بالكبد. بصراحه انا محطتش القوانص هنا، انا بسلق القوانص مع الشوربه لان القوانص بتاخد ايه؟ سوا شويه غير الكبده يعني. هنشوف مع بعض هنعمل الكبده بطريقه حلوه جدا برضو. ببتدي بقى كده اقفل على الحشوه. حاولي وما تحشيش كتير قوي علشان ما تفكش منك، وعشان الرز ياخد راحته لسه هيكمل تسويه طبعا ايه؟ في الفرن. بحاول كده اقفل كويس الورك على بعضه اللحم، واخلي الجلد متقفل كويس بالشكل ده كده. هعمل نفس الطريقه دي في الاربع ايه؟ في الاربع وراك.
عندي بقى خله كده بتاع الشيش طاووق، بحاول اقفل بيها بقى واشبك بيها كده، بحيث ان انا ايه اقفل على الحشوه واربط كله مع بعضه ايه تربيطه كويسه. والحمد لله يعني انا هعمله في الفرن ولا شوربه ولا هيفك ولا اي حاجه، وهتشوفيه بعد التسويه ولا فك ولا اي حاجه نهائي. انا اسفه يا جماعه والله على طول الفيديو، انا ما بحبش اعمل، اللي متابعني عارف ان انا مش بحب اعمل فيديوهات طويله. كل فيديوهاتي كانت 3 دقايق 2.5 يعني كبيري كان 5 دقايق. بس انا يعني بحب اوضح كل حاجه واتكلم في كل حاجه، بحيث لو بنت صغيره مبتدئه لسه في المطبخ تفتح الفيديو تفهم وتعرف تعمل حاجه مظبوط زيها زي اللي في المطبخ بقالها كتير جدا. هو ده هدفي بس، لكن عارفه كل اللي متابعيني ما شاء الله عليهم شاطرين واشطر مني واحسن مني كمان، بس بيبقى فيه بنات لسه مبتدئه في المطبخ. برضو عملت الورك التاني بنفس الطريقه، وبقفل كده على الحشوه وبشبك كده بالخله. هعمل ال4 وراك او اي كميه انت جايباها بنفس الطريقه، ولا فكت ولا الرز فك ولا اي حاجه خالص، هتشوفوها والله بعد التسويه. دي اسهل طريقه والله، يعني متهيألي مفيش طريقه اسهل من كده. ده تالت ورك معايا عملته قدامكم بالتفصيل الممل. خلصت ال4 وراك، هدخلهم الفرن بقى على فرن سخن، اخدوا تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير. يلا بقى نعمل الكبد. الكبده دي مغسوله كويس جدا بالدقيق وبالملح وبالليمون، وحطها في المصفى صفت اي ميه زياده فيها. طبعا طاسه سخنه جدا بمعلقه زبده بلدي، هنزل بقى بالكبد عليها، معاه فصين حبان، فصين مستكه، ذره صغيره فلفل اسود، واقلب بقى كده. بس ما تقلبيش كتير عشان مش عايزينها تجيب ميه، احنا عايزين نديها تشويح حلوه. الكبده اصلا ما بتاخدش سوا. انزلي بقى عليها بربع معلقه صغيره ملح. الكبد دي انا محوشاها بصراحه، كنت محوشاها عندي، يعني كل ما اجيب فراخ بحوشها على بعض، تجيلها تقريبا اقل من نص كيلو بشويه. شوحنا الكبد واستوت، هنزل بيها بقى على الرز اللي هو كان واخد نص تسويه اللي انا غرفت منه للحشوه، وهقلبها وهسيبها على النار كمان 3 دقايق بالظبط مش اكتر. الرز بقى بيشرب كده من الكبد بيبقى تحفه. جيت انا في نص تسويه الوراك بقى، طبعا انا ما حطيتش اي دهون نهائي، حطيتش اي دهون. انتوا عارفين انا عامله ايه، انا عامله دايت على راي شومه. نزلت كده يعني الفراخ بس، وانا في الفرن جبت فرشه ودهنت عليها كده بالدهون اللي كانت فيها بس مش
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي ومعاها الرز الاصفر بالكركم، مقدمة معاها سلطة خضراء وسلطة طحينة. حاجة كده تحفة واكلة كده من الاخر، وهتعمليها احسن ما بنشتريها كمان. اول حاجة بقى ده نص كوباية برغل ناعم، بغسله كويس جدا في مصفى ضيقة، بنزل اي شوائب فيه، وبعدين هنقعه في كوباية مية دافية وهسيبه لمدة نص ساعة او 20 دقيقة لحد ما احضر حاجة الكفتة اللي معايا بصلاية كبيرة، كيس كاتشب، طماطمايه، مكعب مرقه، كيس خلطة الكفتة من كنور، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. اول حاجة هفرم الخضار في الكبة عندي، البصل والطماطم مع بعض، معاهم نص كوباية صغيرة مية عشان عايزة انعم البصل خالص، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة ملح، عشان عايزة اخد من البصل كل العصارة بتاعته، بحيث ان انا استفيد من التفل، وهخلي المية برضو مش هرميها، هستعمل في الكفتة التفل بس، والمية هصبع بيها. ببتدي اصفي البصل برضو في مصفى ضيقة، والطماطم يعني بصي بحاول اصفيها على قد ما اقدر، يعني ان انا مش عايزة الكفتة يبقى فيها اي مية نهائي عشان ما تفكش مني. صفيت البصلاية كويس، وبعدين هصفي البرغل بالشكل ده كده، لو في اي مية حاولي تنزليها يعني. صفينا الاتنين وجهزناهم، البصل ناعم جدا وجهزته وصفيته هو والبرغل. محضرة اللحمة، ده كيلو الا ربع لحمة فيها نسبة دسم 20 او 25%. الحقيقة ما كانش متوفر ليا في الوقت ده، بس انا هضيف لها ليا برضو في الاخر عشان تديها طعم حلو جدا يعني، وهي نفس النتيجة على فكرة، مفيش فرق. يلا بقى نحضر حاجة الكفتة. خلطة الكفتة اهي من كنور، وحطيت زارة فلفل اسود، مكعب مرقة، وطبعا مش هضيف ملح كتير عشان مكعب المرقة بيبقى فيه ملح، والخلطة كمان فيها ملح. ده كيس كاتشب بيديها كده تسكيرة حلوة كده ولون حلو كمان، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، دي اللي بتخليها هشة ومش مكتومة نهائي، البيكنج باودر ده يعني اضافة كويسة على فكرة. بعجن بقى كويس يعني مدة 5 دقايق تقريبا، بحيث المكونات كلها تتجانس مع بعض تماما، البرغل مع البصل مع كل ده، مدة 5 دقايق. ليه؟ اللي عايزة العجينة تبقى ناعمة جدا، وده اول سر من اسرار نجاح الكفتة اللي بتعمليها في البيت. شوفي العجينة عجنتها 5 دقايق بقت شبه العجينة ومفتلة كده، ده كده هي خلاص كده تبقى خلاص، عرفت ان هي كده اتعجنت كويس. يلا نشكل بقى. المية اللي انا شلتها من البصل والطماطم، ضفت عليها معلقة زيت، وهبتدي ابل ايدي كده في المية واصبع الكفتة على اي سيخ عندك، اي سيخ عندك متوفر اعملي فيه. على فكرة انا ببسط وبجيب باسهل طريقة، بحيث لو انتي اول مرة تعملي واتفرجتي على الفيديو تنجح معاكي من دون تعقيد نهائي وبدون اي خطوات صعبة. بس انتي حاولي تصغري الكفتة شوية. انا كنت مكبراها، كنت عارفة طبعا هي تكشف الفرن فكبرت الصابع اوي، بس انتي بقى بيصغريها شوية. ممكن على فكرة تشوي معاها بصل، بيبقى طعمه تحفة واحلى من الكفتة كمان، وفلفل بقى، وممكن تحطي فلفل الوان كمان. انا ضفت بقى عندي معلقة ليا كده مسيحاها وجاهزة، نزلت بيها كده على الكفتة دي، بتخلي بقى الريحة تقلب الشارع كله مش البيت بس. دخلتها الفرن على فرن ساخن درجة حرارة 180، قعدت ربع ساعة بالظبط. يلا نعمل الرز. معلقة سمنة، وفصين حبهان، وفصين مستكة، ربع معلقة صغيرة كركم، وربع معلقة صغيرة كاري، ونص معلقة صغيرة ملح، ونزلت عليهم بالرز وهشوحه كويس. لازم الرز يتشوح كويس في السمنة والبهارات، ده سر من اسرار ان انتي تعملي برضو رز حلو ومفلفل. وضفت كيس كاتشب، الاضافة دي مش ضرورية، مش عايزة تعمليها مفيش مشكلة. شوحي بقى الرز كويس كده مدة دقيقتين 3 في السمنة والبهارات عشان يبقى طعمه وريحته حلوة. وبعد كده هنزل عليه بالمية المغلية. مش هقدر اقولك المقدار قد ايه، لان انا بصراحة عاملة 3 كوبايات رز تقريبا، ضفت لهم 3.5 مية. الكفتة بقى طلعت من الفرن بعد ما قلبت الدنيا، شكلها قدامكم اهو، الخضار اتشوى بقى تحفة، ومعلقة اللي هي بقى مش قادرة اقول لكم، اكلة تحفة بصراحة. شايفة الكفتة هشة جدا وخفيفة، مش مكتومة ولا اي حاجة خالص، ولا اتقسمت ولا اتفرفتت، واحسن ما بنجيبها من بره بكتير. قطعة فحم مسخناها على النار، هطفيها كده بمعلقة زيت، وهسيبها شوية، اغطيها بالفويل واسيبها شوية على ما اغرف، واجهز بقى التقديمة بتاعتي. السيرفيس بقى بتاعك جهزيه، انزلي بقى بالرز وعليه كده الكفتة، قدميه بقى زي ما انت عايزة. طريقة التقديم دي ترجعلك،
دي طريقتي البسيطة يعني، يا رب تكون عجبتك. بس رصي بقى صوابع الكفتة كده وجرنشي بأي طريقة انت عايزاها. ويا رب يكون الفيديو عجبك، واتمنى لو عجبك متنسيش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهارده هقولك على كل الاسرار والحركات اللي تخليكي تعملي كشري مصري تحفة، واحسن ما بتاكليه من بره 100 مرة، وولادك هيطلبوه منك على طول. هي شوية اسرار وتكات كده بسيطة في سوا كل حاجة هتفرق معاكي جدا في الطريقة وفي التكنيك وفي السوا، هتخليكي تعملي احلى كشري. والله ريحته كانت قلب البيت يا جماعة. البصل مقرمش وتحفة، الدقة اهي، والصلصة لونها تحفة قدامك، كل حاجة مظبوطة بالملي، والملح مظبوط بالملي. يلا نبدأ ونقول محضرين ايه. المقدار ده انا محضره له تقريبا نص كيلو مكرونة، كيلو صلصة طماطم، عدس، ربع كيلو عدس مصري او مستورد، وكوباية شعرية وكوباية رز، و8 كيلو حمص. الحمص نقعته 6 ساعات وسلقته بمية وملح وبقى جاهز عندي. اول حاجة البصل، هقطع البصل كده جوانح. في اثناء وانا بقطع البصل انا عاملة ايه بقى، مولعة على حلة على النار فيها زيت، يكون زيت نوعية نظيفة، انا مستعملة الاصيل، يكون زيت نوعية نظيفة، ده برضو بيفرق على فكرة في الطعم. انا طبعا عامله كيلو بصل، هيتبقى منه اللي بيتبقى مش برميه، بحتفظ بيه في علبه في الفريزر. عشان تعملي بصل مقرمش تحفه بالشكل ده حاجتين، اولا الزيت يكون غزير ويكون سخن، الزيت يكون غزير ويكون سخن هيخليكي تطلعي بصل بالشكل ده. خلاص هو انتي وصلتي للون ده، اطفي بقى، عشان لو سبتيه هيغمق منك ومش هيبقى حلو، هيبقى مر. انا في الوقت ده طفيت عليه على طول وصفيته من الزيت اللي فيه، عشان الزيت ده هستعمله لكل حاجة في الكشري. وده اول سر من اسرار نجاح الكشري، انك تعملي كشري تحفة بصراحة يعني. المكرونة بقى ضيفيلها معلقة كبيرة ملح واسلقيها. عايزة اقولك ما تكتريش السوا على المكرونة عشان ما تعجنش، اقفي جنبها، انا بقف جنبها ما بسيبهاش، بفضل اقلب فيها كده، ما بتاخدش كتير، 5 دقايق تقريبا، وبطفي عليها. شايفة السوا قلدنت، مش مستوية على الاخر ومش معجنة. نزيل عليها بقى معلقة زيت كده عشان تفلفل زي ما انا عملت. يلا نعمل الشعرية. هنزل على الشعرية بمعلقتين زيت كبار، ده تقريبا كوباية شعرية، بس الكوباية الصغيرة اللي هي بتاعة الشاي. هضيف لها مقدار كوباية كبيرة رز، وكوبايتين مية، ونص معلقة صغيرة ملح. المقدار ده انا بقولك على المقدار اللي يمشي مع بعضه، اللي هو المقادير دي كلها تمشي مع بعضها. يبقى حمرنا الشعرية في معلقتين زيت، نزلنا عليهم بكوبايتين مية تقريبا او كوبايتين وربع، ونص معلقة صغيرة ملح، المعلقة دي صغيرة يا جماعة مش كبيرة، وكوباية رز مصري مغسول ومتصفي من المية. شايفة؟ قلبي بقى كويس كده وغطيه يغلي، واول ما يغلي روحي موطيه عليه 5 دقايق بالظبط هيكون استوى وجاهز. انا لقيته احتاج ميه فضفت له كمان ربع كوبايه ميه بمقدار معلقتين كبار ميه. هوريكي شكل الرز بعد ما استوى. انا غطيته وسبته يستوى. شايفه اهو، الاول غلي على نار عاليه وبعدين وطيت عليه النار جدا 5 دقايق، استوى بقى اما بفلفل بالشكل ده وتحفه كده. يلا نعمل بقى ايه الدقه. الدقه هنحتاج لها معلقه كبيره توم مفروم. التوم ده انا بفرمه وبشيله في الفريزر، وقت ما بحتاجه بطلعه على طول، بطلعه بستعمله في وقتها يعني، بيسرع معايا بصراحه. ربع معلقه صغيره ملح على التوم. انا مش هحمر التوم للدقه، انا مش هحمره، اوعي تحمريه، انا هخليه يطلع ريحته بس عشان ما يبقاش ني، بحب اعمله كده بصراحه. نزيل عليه بقى بمعلقه كبيره خل، سامعه صوت الطشه ولا الريحه بقى اكنك بتعملي فته، وكوبايه ميه. المقدار ده بقى خليه بقى يغلي، خليه يغلي. اول ما يغلي روحي طفي عليه النار وحطي له ربع كوبايه عصير ليمون، او العصير ليمونتين او 3 كبار كده حلوين. خلاص كده الدقه بقت جاهزه عندنا. يلا نعمل الصلصه. معلقتين كبار او ربع كوبايه زيت يسخن كويس، ونزيل عليه بمعلقه صغيره توم مفروم. الصلصه بتحتاجش توم كبير زي الدقه، لا هي معلقه صغيره بس هتقضي. وربع كوب خل، ونزيل عليه بصلصه الطماطم اللي احنا مجهزينها. الصلصه اصلا شكلها تحفه لوحده عشان فريش عاملاها في يوميها يعني. الحله بقى اللي انا عملت فيها البصل وشلت منه البصل طبعا والزيت، هحمص فيها العدس، هقلب فيها العدس واشوحه واحمصه فيه. وانا قصدي اعمل كده عشان محدش يقول لي الحله مالها
مش نضيفه، لا انا بعمل كده كل مره، بحمص العدس مطرح البصل عشان ياخد من طعم البصل. بشوح العدس كويس كده تشويحتين حلوين، وانزل عليه بايه بقى، ربع كوبايه ميه بس، مش اكتر من كده، ونص معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره كمون. الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي طعم العدس حلو. انا ما بسلقوش، لا انا بقى بحمصه وبحمره، عشان كده طعمه بيفرق جدا. الصلصه غليت خلاص ودخلت على السوا، هنزل عليها بذره ملح، ربع معلقه صغيره ملح، ربع معلقه صغيره كمون، ومعلقه هوت صوص دي من عندي انا بقى. كده انا خلصنا كل حاجه، وصلنا للحظه الجميله، اللحظه اللي انا بعشقها، ان انا بقدم الاكل. شوفي بقى الاكل، هو الكشري حواراته كتير يا جماعه، احنا عارفين كده، الكشري حواراته كتير ومواعينه كتير، بس يستاهل بصراحه. كفايه انتي بتعملي حاجه نظيفه لاولادك، بتفرحيهم بيها، بتبقي مبسوطه ان انتي عامله حاجه حلوه لاولادك في البيت، مش جايبين من بره. الشكل قدامك اهو، تقدري تحكمي. لو عجبك الفيديو او لو حاسه انك استفدتي حاجه من الفيديو، حطي لايك واشتركي في القناه. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطيره القمر دي بمكونات سهله جدا وبسيطه ومتوفره في البيت، كمان هتنفع للفطار والعشاء واللانش بوكس، حاجه كده تحفه. وكفايه ريحه الخبز في البيت. شايفه العجينه قدامك ما شاء الله، شايفه الشكل هشه جدا وبيضه من جوه وطريه جدا. وعلى فكره مكونات يعني اللي هو من بواقي التلاجة، هنلم بواقي التلاجة. محضره ايه؟ ده 2.5 كوباية دقيق، ربع معلقه صغيره ملح، دي المكونات الجافه. الاول هنخلطها مع بعض، ونص باكت بيكنج باودر، انا بستخدم كيك شيف. هنقلب المكونات الجافه الاول مع بعض، وبعد كده المكونات السائله. معايا بيضه، وطبعا مادام في بيض نحط ذره فانيليا كويسه، مش كتير قوي يعني، زي ما يكون بين صباعينك كده. معلقه كبيره سكر، واللبن ده كان قطع عندي زي ما انت شايفه كده، مش هرميه، لازم طبعا استخدمه. ونص باكت خميره، بستخدم دريم. نقلب المكونات السائله مع بعض كويس جدا. خلي بالك لو الخميره قديمه عندك لازم تختبريها الاول، بس انا عشان الخميره دي جديده عندي فمش مضطره اختبرها. معلقه خل ومعلقه زبده او زيت، دي زبده بلدي انا مدوباها بس مش سخنه يعني دافيه، ومعلقه خل، والخل طبعا محسن طبيعي. نبتدي نضيف المكونات السائله للمكونات الجافه ونقلب كويس مع بعض. انا لقيت هنا ان هي محتاجه دقيق، ماشي، فزودت لها بالتدريج بمقدار كده نص كوبايه دقيق، يعني يعتبر العجينه دي هتاخد مني 3 كوبايات دقيق او 3 وربع، وانا هنزل لك المقادير كامله في الديسكريبشن. زودت لها كمان بمقدار نص كوبايه دقيق، وعجنت فيها كده كويس مده 5 دقايق تقريبا لحد لما ما تلزقش شايفه بقت مظبوطه جدا. بتلزق فيها سنه تلزيقه بس مش مشكله، ده كويس، ده دليل ان العجينه اصلا كويسه. والدقيق كمان انا مستخدمه دقيق مخبوزات، والدقيق ده حلو جدا بيظبط معايا اي مخبوزات. فيها سنه تلزيقه ده مش مشكله خالص. هسيبها كده شويه مده مثلا ساعه، هحطها كده وتحتها دقيق، واسيبها لمده ساعه في مكان دافي، ماشي، مش في مكان بارد. سبتها ساعه وهبتدي اشكلها. طبعا انا مش هستخدم المقدار ده كله مره واحده، انا عايزه لما اعملها تبقى فريش، ماشي. فهعمل ايه؟ هقسم العجينه نصين، هاخد نصها احتفظ بيه بالفريزر، وهستخدم النص التاني، وبعد كده اللي هشيله في الفريزر هبقى اطلعه اخمره مره تانية واستخدمه. دي غالبا اللي انا هحتفظ بيها في الفريزر. سبتها تخمر تاني لمده 30 دقيقه، وبعد ما تخمر هوريها لكم قبل ما اشيلها في الفريزر. ده بقى المقدار اللي انا هستخدمه دلوقتي، وهعمله عشان يبقى طازه وفريش. طبعا الولاد ياكلوه وهو سخن. حشيتها معلقه كبيره، بمقدار معلقه كبيره جبنه موتزاريلا على معلقه جبنه فيتا، وفردتها كده كويس بالجبنه بسمك معقول، مش سميك قوي ومش رفيع قوي، حاولي تفرديها بسمك معقول يعني. فانا فردتها كده بالنشابه، مش عايزاها تبقى سميكه قوي ولا رفيعه قوي، يعني السمك ده طلع مظبوط معايا، عشان طبعا هي فيها خميره ولسه هتنفش وترفع وكده، وكمان فيها بيكنج باودر. محضره صينيه دهنها دهنه خفيفه زبده، وهنزل كده بالفطيره، هفردها فيها كويس، وهسيبها لمده كمان من 30 دقيقه ل 45 دقيقه، لازم ترفع مره تانية. تمام. بعد 45 دقيقه هدهنها بقى على الوش. ايه هو مفروض بيض، بس احنا طبعا مش بنحب ريحه البيض، فانا استبدلت البيض بحاجه تانية.
معلقه قشطه من وش اللبن، عليها معلقه عسل ابيض. اللي مش بيحب البيض ولا ريحه البيض يعمل كده، معلقه قشطه من وش اللبن وعليها معلقه عسل ابيض ورشه سمسم بسيطه. طبعا مسخنه الفرن كويس على درجه حراره 180. هدخلها الفرن. ده بقى الجزء التاني اللي انا مش هستخدمه دلوقتي، سبته خمر. شايفه خمرت وشكلها حلو جدا. هي دلوقتي المفروض تتعمل بس انا مش محتاجاها عشان ايه، زياده علينا، فهحتفظ بيها في الفريزر وهبقى اقول لكم هنعملها ازاي. الفطيره استوت، اخدت في الفرن تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، مولعه لها من فوق ومن تحت. ريحتها تحفه وملت البيت يا جماعه، بصراحه ريحتها تحفه وملت البيت. الولاد عمالين يقولوا لي انت بتعملي ايه حلو يا ماما. قلت لهم بعمل لكم فطير عشان لانش بوكس، كل يوم لانش بوكس، زهقانين مش عارفين نعمل ايه في اللانش بوكس. ده حل كويس جدا، واعملوا كده على فكره طول الدراسه. بلا عيش فينو، بلا لانشون، بلا قصص، لا هي دي. وعلى فكره تقدري لو بايته تاني يوم تسخنيها في الميكروويف او تحت الشوايه او على الجريل، هتبقى اكنها طازه وفريش. لو عجبك بقى الفيديو متنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه. ايه رايكم النهارده نعمل مع بعض حواوشي اللحمه بطريقه سهله جدا وبسيطه، اللي هو في 10 دقايق بالظبط هتعمليه. شايفين شكله عامل ازاي ولا ريحته يا جماعه كانت قلب البيت. ده اللي بالجبنه، ده اللي ضفت له جبنه رومي. شايفين الشكل قدامكم اهو تحفه، ولا ريحه مش قادره اقول لكم. مقدمه معاه سلطه خضراء والويسكي البلدي بتاعنا، حاجه كده من الاخر. طريقته سهله جدا وبسيطه. ده نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دسم 20%. بصلايه مفرومه، يفضل تكون مفرومه ناعم ومش معصوره. قطعتين ليا او دهن، ده دهن انا مسيحاه وعملته معاكم قبل كده على القناه. دي جبنه رومي وده مش اساسي في الوصفه. حبيتين فلفل اخضر على فلفل رومي على فلفل حامي. وخلطه الحواوشي من كنور ومكعب مرق الدجاج. ربع معلقه صغيره ملح وربع معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه طحينه عشان اربط بيها المقادير مع بعض. والعيش البلدي الجميل بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنخلط المكونات كلها مع اللحمه ونقلبها مع بعض ونعجنها مع بعض كويس جدا. عايزه اقول لكم البصل ده انا مفرزاه عندي في الفريزر، بطلعه قبل الاستخدام يفك شويه من التلج وبستخدمه. ما تكتريش البصل قوي ماشي، عشان في ناس بتكتر بصل بطريقه فظيعه. يعني ده نص كيلو لحمه اخد مني بصلايه كبيره واحده بس. انزلي بقى بكل المكونات اللي قلناها، خلطه الحواوشي والفلفل الحامي اللي مقطعينه صغير والملح. ما تكتريش ملح عشان الخلطه دي اصلا بتبقى مالحه، وطبعا حاطين مكعب مرق، فانا حطيت ربع معلقه صغيره بس ملح وشويه فلفل اسمر كده حلوين. نزلنا المكونات كلها مع بعض. معلقه الطحينه، بس انا الحقيقه ضفت كمان معلقه طحينه، دي بتربط المكونات كلها مع بعض وما تخليش اللحمه تبقى متفرفته من بعضها كده. ده توم مفروم بمقدار معلقه صغيره مليانه توم مفروم، برضو كنت مفرزاه في الفريزر بطلعه قبل الاستخدام مباشره. الخطوه هنا ان احنا نعجن اللحمه كويس جدا بكل المكونات دي لحد ما تنعم معانا. نعجنها كويس جدا لحد ما تنعم وتفتل كده معانا، دي خطوه مهمه جدا ماشي. زي ما بنعجن كده الكفته لازم نعجنه كويس. محضرين في الوقت ده انا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180. قبل ما ابتدي اشتغل فيه بسخن الفرن عشان هو اصلا ما بياخدش وقت. مجرد ما بدمج المكونات مع بعض بروح مخلصه الفرن، اللي هو اسرع في الاكله دي. بصراحه اسرع اكله هنعملها بصراحه، متاخدش وقت خالص ولا مجهود. لو مستعجله في اي وقت هتعمليها. هاتي العيش الجميل بتاعك واحشي بيه اللحمه. عايزه اقولك المقدار ده عمل معايا يعني اكتر من 5 أرغفة حواوشي ما شاء الله. يعني بجمع كده اللحمه مع بعض بالشكل ده عشان وبفردها في العيش وبوزعها كويس بحيث ان كل العيش يبقى واخد ايه من اللحمه. يعني ما تقوميش اللحمه في ايه في منطقه واحده، لا افرديها كويس في قلب الرغيف كله. طبعا انا مولعه الفرن ومجهزه صينيه، هخلص الكميه كلها وهدخلها الفرن. هيقعد في الفرن قد ايه؟ هيقعد في الفرن تقريبا من ربع ساعه ل20 دقيقه، من 15 دقيقه ل20 دقيقه. طبعا قلبته يعني لما استوى الاول على الناحيه اللي تحت، رجعت قلبته على الناحيه التانية واستوى من الناحيتين. على فكره لو مش عايزه تشغلي الفرن ممكن تسويه فوق في طاسه او في صينيه عادي، بيستوي عادي مفيش اي مشكله. بتسخني الطاسه كويس جدا
وبعد كده بتحطي عليها العيش وتحمصيه من الناحيتين، وبيستوي بيبقى كويس جدا برضو لو يعني مش عايزه تشغلي الفرن. ده اللي انا حشيته بالجبنه، والجبنه اضافه مش اساسيه هنا. هحط له بقى قبل ما ادخله الفرن ممكن ادهن وشه بفرشه كده بالزيت او سمنه. ده اللي اتبقى، دي معلقه كبيره اتبقت من ال5 ارغفه. انا حطيت ليا اللي انا مسيحاه معاكم قبل كده، ودخلته الفرن وطلع بالشكل ده. قعد في الفرن من 15 ل 20 دقيقه. عايزه اقول لكم احلى ما بتشتروه من بره بكتير، وسهله، واكله سهله وسريعه، ولا وقت ولا مجهود، وعجب الولاد جدا يعني ما شاء الله. اتمنى لو عجبتك الوصفه او لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.